تخيل واحد قلبه بيدق بسرعه، حاسس بضيق في نفسه، ايده بترتعش ومعدته مقلوبه، بيروح للطوارئ متاكد ان في حاجه غلط في قلبه، يعملوا له كل التحاليل ويطلعوا سليمه تماما، يقولوا له انت كويس مفيش اي حاجه، بس هو مش حاسس انه كويس. اللي بيحصل ده مش تمثيل ومش دلع، ده القلق، بس مش في صوره افكار، في صورة أعراض جسدية حقيقية. وأغرب حاجة إن جسمك ساعات بيبدأ يصرخ قبل ما عقلك يعرف إنه قلقان أصلا. تعال نفهم إزاي. عشان نفهم الموضوع لازم نرجع لحاجة قديمة جدا في جسم الإنسان، استجابة الكر أو الفر. جواك جهاز اسمه الجهاز العصبي اللا إرادي، بيتحكم في حاجات أنت مش بتفكر فيها، ضربات قلبك، نفسك، هضمك. ولما دماغك بيحس بخطر بيشغل الجهاز ده فورا، وبيفرز هرمونات زي الأدرينالين والكورتيزول علشان يجهز جسمك يواجه الخطر أو يجري منه. المشكلة إن الجهاز ده اتصمم لخطر حقيقي، يعني أسد بيجري وراك، لكن دلوقتي دماغك بيشغل نفس النظام عشان حاجات يوميه، زحمه، ايميل، قسط وراك، مشكله في الشغل. جسمك مش بيفرق بين الاسد وبين القلق اللي على بكره، بيتعامل مع الاثنين بنفس الطريقه، فبيفضل في حاله استنفار طول الوقت. وده بالظبط اللي بيخلي القلق النفسي يطلع في صوره اعراض جسديه حقيقيه. فتعال نشوف الاعراض دي شكلها ايه. دلوقتي هقول لك على الاعراض اللي ناس كتير بتعاني منها وعمرها ما ربطتها بالقلق. ركز لانك يمكن تلاقي نفسك في واحده منهم. اول حاجه القلب. الادرينالين بيخلي قلبك يدق اسرع، فتحس ان قلبك هيقف او ان قلبك بيدق بسرعه جدا. ده من اكتر الاعراض اللي بتخوف الناس وتوديهم للطوارئ على طول. تاني حاجه المعده والهضم. لما جسمك يدخل في وضع خطر بيوقف الهضم عشان يوفر طاقته للعضلات. النتيجه مغص، غثيان، اسهال، او احساس ان معدتك مقفوله. ناس كتير فاكره ان عندها قولون او مشكله في المعده، والسبب الحقيقي قلق. تالت حاجه العضلات. القلق المزمن بيخلي عضلاتك مشدوده طول الوقت من غير ما ترتخي، وده بيعمل صداع توتري، الم الفك من كتر جز الاسنان، واوجاع في الرقبه والظهر، ومعاهم ضيق في النفس، رعشه في الايد، دوخه، تنميل وارهاق مزمن. كل دي اعراض حقيقيه مش وهم، بس مصدرها مش عضو مريض، مصدرها جهازك العصبي وهو في حاله انذار. لكن في حاجه اغرب من كده، دي النقطه اللي بتصدم ناس كتير. ممكن تبقى عندك كل الاعراض الجسديه دي من غير ما تحس باي قلق او خوف واضح في دماغك. ليه؟ لان استجابه جسمك للتوتر بتشتغل اوتوماتيك، ومش دايما بتيجي معاها اشاره عاطفيه واضحه تقول لك انك قلقان. فجسمك ممكن يكون شايل توتر ان عقلك لسه ملحقش يستوعبه. في ناس بتعيش سنين وهي فاكره ان عندها معده تعبانه، وهي في الحقيقه بتعبر عن قلق مكبوت بالطريقه دي. ودراسات بتقول ان وجود اعراض الجسديه دي بيزود احتمال وجود قلق او اكتئاب باكتر من الضعف. يعني الجسم بيبقى اول من يتكلم قبل العقل ما ياخد باله. بس هنا بالظبط لازم نقف وقفه مهمه جدا، دي اهم نقطه في كلامي كله، ومن غيرها الكلام اللي فات ممكن يبقى خطر بدل ما يكون مفيد. كل اللي قلناه مش معناه انك تفسر اي عرض جسدي على انه قلق وتتجاهله. الاعراض دي خفقان القلب، ضيق النفس، الم الصدر، هي بنفسها ممكن تكون علامات على مرض عضوي حقيقي وخطير. القاعده الذهبيه الجسم الاول، النفس بعد كده. يعني لو جالك عرض جسدي، خصوصا لو جديد او شديد او متكرر، الخطوه الصح انك تروح لدكتور ويكشف ويعمل الفحوصات اللازمه الاول عشان يستبعد الاسباب العضويه. القلق بيتشخص لما الاطباء يستبعدوا الاسباب الجسديه الاول. عشان كده ما تشخصش نفسك لو قلبك بيوجعك، ما تقولش ده قلق وتقعد في البيت، تروح اطمن الاول. بس لو كشفت والتحاليل طلعت سليمه والاعراض مستمره، هنا تبدا تفكر بجديه ان المصدر ممكن يكون نفسي. وده مش معناه انك مريض نفسي او ان الموضوع وهم في دماغك، ده معناه ان جهازك العصبي محتاج اهتمام بنفس قدر اي عضو تاني في جسمك. طيب اطمنت ان مفيش اي سبب عضوي وبقيت شاكك ان المصدر قلق، تعمل ايه؟ اول حاجه وابسط حاجه واقواها في اللحظه النفس. لما تحس بالاعراض خد نفس عميق وبطيء في بطنك، وطول الزفير اخطر من الشهيق. ده بيبعت اشاره لجهازك العصبي ان مفيش خطر، وبيهدي استجابه الكر او الفر. التنفس البطيء سلاح مجاني وفعال وموجود معاك في اي وقت. تاني حاجه الحركه. جسمك جهز طاقه للكر او الفر، فاديله مخرج، مشي، رياضه، اي حركه بتحرق التوتر ده، بترخي العضلات المشدوده. تالت حاجه انك تفهم اللي بيحصل. مجرد انك تعرف ان الخفقان ده قلق مش ازمه قلبيه بيكسر الحلقه، لان الخوف من العرض بيزود العرض. الفهم نفسه علاج. ورابع واهم حاجه لو الاعراض مستمره ومأثره على حياتك، انك تطلب مساعده متخصص زي ما بتروح لدكتور سنان لو سنانك وجعاك. القلق المزمن لمتخصصين بيتعاملوا معاه بطريقه فعاله. طلب المساعده هنا مش ضعف، ده بالظبط نفس المنطق انك تروح لاي دكتور لاي عضو. والخلاصه ان جسمك وعقلك مش جهازين منفصلين. القلق مش تفكير بس، دي حاجه بتحصل في قلبك ومعدتك وعضلاتك، وساعات الجسم بيتكلم بصوت عالي قبل ما عقلك ياخد باله. اهم رساله تطلع بيها اكشف الاول واستبعد العضوي، وبعدها لو طلع مصدر نفسي اتعامل معاه بنفس الجديه. الجسم بيبعت لك رسائل والذكاء انك تسمعها وما تتجاهلهاش وما تتخضش منها. وقولي في الكومنتات ايه اكتر عرض جسدي اكتشفت انه ممكن يكون من التوتر. Stay safe.